الولد بتاع الفيديو بتاع النهارده كان بيجري بسرعة لأن هو كان خايف من الكلب ده يجري وراه ويمسكه. كان بيستخبى بسرعة وبعدين لقى نفسه في حتة غريبة، داس على زرار لقى لعبة بتجري بتطلع تنقذه. كان مبسوط قوي لأن هو كان خايف. اللعبة قالت له ايه رأيك نبقى أصحاب؟ خاف منها هو كمان، طبعا حقه يخاف، بس جري. وهو اللعبة قعدت تشرح له إن هو طيب مش شرير، فهو قرر إن هما هيبقوا أصحاب. قعدوا يلعبوا مع بعض طول الوقت، ومامته لما شافته قالت له تعالى، وعزمت على صاحبه يجي ياكل معاهم. صاحبه كان بياكل بس هو انا ما باكلش، انا بلعب بس. هما كانوا قاعدين ياكلوا وقال اللعبه دي صاحبتي. هما كانوا فاكرين ان هي لعبه بس. قالوا لا، ده انت اكيد مخك حصل فيه حاجه. راحوا للدكتور عشان يشوفوا مخ ابنهم حصل فيه ايه. اللعبه قعدت تلعب وهي مبسوطه، كانت معاهم عايشه في البيت. الولد كان مبسوط قوي ان هو بقى عنده اخيرا حد صاحبه وكمان بياخد باله منه. اللعبه كمان بتجيب له هدايا كتير. الاب والام كانوا خايفين جدا على الولد، قالوا ده اكيد مخه حصل فيه حاجه، هو فاكر اللعبه حد حقيقي. هو كان مبسوط قوي لان اللعبه دي بتطلع معاه في كل حته. راح نادى على كل الناس اللي في الشارع وقال لهم يا جماعه انتوا مش هتصدقوا، هنعمل لكم سحر. وراحوا عاملين برنيطه وطلعوا منها حاجات غريبه جدا. هو الناس كلها كانت مبسوطة بيهم وادت لهم فلوس كتير قوي. هو أخد الفلوس دي كلها وراح اشترى بيها كلها آيس كريم. ده تقريبا اشترى عربية الآيس كريم كلها. هو اداله الفلوس وهو محدش كان شايف اللعبة دي غيره، فالراجل لقى الفلوس لوحدها في الشارع. هما لقوا واحد مستخبي، راحوا سابوا الفلوس في الأرض عشان ياخدوها ويضحكوا عليهم. قالوا منين الفلوس دي؟ هو ما يعرفوش ان الفلوس دي منهم، دول كانوا ناس كانوا بيسرقوا حاجات كتير، بس اللعبة عرفت تقبض عليهم. قعدوا يضحكوا وقالوا اخيرا هننقذ الناس كلها من الناس الاشرار. البوليس كان فاكر ان البنت دي هي اللي الشريرة. هم استخبوا وقالوا احنا لازم نقول للبوليس على الاشرار الحقيقيين. الاشرار جم وخطفوا البنت، بس هم عرفوا يقبضوا عليهم، وكانت هي دي النهاية السعيدة بتاعتهم.